السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأعزاء، كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وبعود الأيام بإذن الله عليكم. معكم أخوكم مدحت محمد من مدونة فكرة همك ومدونة خلي النت ينفع. النهاردة زي ما مكتوب في عنوان الفيديو اللي هنشرح ازاي نوصل لسرعة 1000 ميجا بايت داونلود وأبلود. هنخش عن طريق الموقع اسمه رابط. الموقع ده اتشرح اكتر من مرة، بس اللي هو تصفح بس. فانا وصلت لفكرة داونلود وابلود. الموقع طبعا سهل وطريقة التسجيل فيه سهلة جدا. اختصارا للوقت فانا هبدأ اللي انا اخش هنا وايه نبدأ في الشرح. هندوس على جو تو ماي هوم. عندنا النت في مصر شبه معدوم، يعني احنا بنعمل تيست دلوقتي ونشوف سرعة النت، بس ايه هيفتح معانا بالمنظر ده. هندوسهم هنا. الفكرة اللي انا هبدأ اعمل داونلود او ابلود عن طريق جوجل درايف، بحيث الحاجة تبقى عندي. معلش انا عشان فاتح 2 متصفح فهو عامل كده. المهم اللي هي الفكرة اللي انا هروح جاي دايس هنا، بيفتح لي الطريقة دي المنظر ده. فبيخش، انا كنت اختصارا للوقت دخلت وعملت تسجيل دخول على حسابي في جوجل على الموقع نفسه. تمام. فده جوجل درايف بتاعي. انا هقفل هنا برضو عشان ما يبقاش التصفح عندنا تقيل. ماشي، انا موافق. ده جوجل درايف، ده جوجل درايف الخاص بيا. بعد ما نعمل تسجيل دخول على جوجل ونروح داخلين على جوجل درايف. جوجل درايف ده اللي انا بعمل منه، اللي انا بحمله. بوصل هنا الحصول على جوجل درايف للجهاز العادي. لما بنزل جوجل درايف على الجهاز العادي فبيظهر معايا هنا اللي انا لو دخلت على ماي كمبيوتر معايا لو دخلت على جوجل درايف هنا انا عندي كل حاجة هنا موجودة، واهو الفيلم اللي بنقول لحضراتكم عليه ده فيلم اكس مان. اكس مان ده عامل 309 ميجا بايت. فهنبدأ اللي احنا ايه نجربه. فانا هخش على جوجل درايف من عن طريق الموقع عشان نعمل له داونلود ونعمل له ابلود. وهندوس على كليك يمين. عليه كليك يمين وهنقول له ايه تنزيل او تحميل على حسب ما
هيظهر مع حضراتكم، وهندوس هنا على كلمة ايه، تنزيل. هنقوله تنزيل. الفيلم ده انا لما جيت انزله اخد مني بتاع يوم. انا سرعة النت عندي 1 ميجا، اخد عندي يوم. لا يمكن في اي حال. هنا جايب لي المساحة ايه 309 ميجا بايت. لازم استنى السهم الاسود اللي هو يطلع معايا السهم هيبدأ يحمل معايا. مفيش. هنا بيقول لي هنقول له ايه، هوب، واحدة واحدة. يقول لي سيف فايل، هنقول له سيف فايل هنا. نقول له انا موافق. نزل يا دوبك، انا قلت له انا موافق فهو نزل. طب دلوقتي انا نفس الفكرة اللي انا عملت فيها داونلود من على جهازي، يعني اخدت الحاجات من على جهازي عملت لها داونلود على السيرفر. طب انا حاجة عايزها اعملها لها من اي موقع تاني، يعني انا بقى عايز اعمل ابلود لاي موقع تاني. انا هفتح هنا صفحة جديدة، وانا هجيب رابط موقع هنا. نقول له كنترول بي. انا بيعمل معايا كده عشان انا سرعة النت عندي ضعيفة جدا، 1 ميجا. هنخش على الموقع ده وهندوس عليه هنا عشان اخش بحسابي.
الزرار بتعلم كتير قوي. هوبا مفيش. هنا الموقع عشان طبعا داخل من اي بي غير الاي بي بتاعي، فبعت لي رسالة على الجيميل عشان يتأكد انا ولا لا. هنا هندوس على تسجيل دخول. معلش احنا هنا لازم بنستنى عشان الماوس الاسود لازم يجي معانا. هنعمل تسجيل دخول. هو ده الموقع ده بديل لليوتيوب، اصبحوا مضمونة جدا وجميل. هذا نشرحه لكم بعد كده. هنا انا هنقول له هنا ابلود. هندوس على ابلود. هنا هنقول له اضافة ملف فايل. هنا بيقول ديسكتوب ولا عن طريق ويب. هو هنا فتح لي، انا هخش على كلمة داونلود هنا على السيرفر اللي انا لسه عامل عليه داونلود للفيلم من على جوجل درايف. نيجي هنا على كلمة داونلود. نيجي هنا على كلمة داونلود ونخش عليها. جاب لي هنا الفيلم اللي انا لسه عامل له داونلود من على جوجل درايف الخاص بيا اهو. هروح جاي دايس عليه. طبعا معلش اعذروني، انا الجهاز عندي ضعيف. لو الجهاز عندي امكانياته عالية كان خلص بسرعة جدا.
9 ميجا بايت سرعة الابلود معايا. انا كده بقى عندي رفعت فيلم. انا لما باجي ارفع الفيلم ده بياخد مني يعني في حدود 12 ساعة ابلود. وكده احنا عرفنا نعمل. برضو احنا هنجربوا حاجة تانية هنا مع بعضينا. انا هخش على فايل مانجر، ده لو حبينا نعمل داونلود لحاجة ونحطها ايه. يعني انا هاجي هنا على فيلم فتى الادغال ده، فتى الادغال 2016 اشتغل معايا. طب انا هاجي هنا واعمل له داونلود، برضه مساحته 390. انا هاجي هنا واروح جاي اعمل له ايه، ورحت جاي اعمل له داونلود. ولا تستنى 4 ثواني. وهندوس هنا، هندوس على كلمة فري داونلود، هنشوف هينزله في قد ايه. هو نزل. عايز اخده على جهازي، انا هقفل هنا. وهاجي على جوجل درايف،
السيرفر اللي احنا عليه، وهنقول نروح مدلنا فتح معايا. هنخش على كلمة داونلود، فتح معايا. انا بقى عندي اكسمان وعندي اللي هو مكلفات الادغال. احنا هنعلم عن مكلفات الادغال، ونيجي هنا نقول له ايه، اوبن فايل. نفس المساحة تقريبا برضو، كده. انا الملف بقى عندي هنا. طب انا الملف بقى عندي هنا، عايز اتأكد. هندخل كده على الجهاز بتاعنا، نخش هنا على جوجل درايف، وهنيجي نشوف فين. بعد ما عملنا تحديث، وهنا بعد ما عملنا تحديث فبدأ يظهر معنا ايه، الفيلم هنا. فاعذروني يعني لتقل الجهاز وبكده.